زرع القرنية الطبقي الأمامي. ليه نغير القرنية كلها لو عندنا عتامة بس في الجزء الأمامي منها أو تعرج شديد زي مع القرنية المخروطية، ونفقد أنسجة مهمة جدا داخل القرنية زي الخلايا الداخلية للقرنية المسؤولة عنها إنها تفضل شفافة؟ في الحالات دي بعمل زرع قرنية طابقي أمامي، يعني الطبقات البايظة بس الاستروما بتاعة القرنية الجزء الأمامي منها هو اللي بيتغير، وبنحافظ على باقي نسيج القرنية مكانه. ده ميزته في حاجتين أساسيتين: أولا نتحدى بالقرنية وشكلها بيكون أفضل كتير، نقدر نتحكم قوي في شكل ودرجات الاستجماتيزم اللي باقيه. تاني حاجة ان نسبة رفض القرنية دي قليلة جدا جدا، ممكن اقل من 5% عن زرع القرنية الكاملة اللي بتوصل ل 20%. صحيح هي تقنية جراحية عالية، بتاخد وقت أطول داخل العملية شوية، محتاجة شطارة جراحية كبيرة، ولكن كل مجهود بيتعمل فيها للحصول على أفضل نتيجة بالتأكيد هيكون في محله ومكانه.